يا صباح الحكايات ومساء الأكلات اللي ريحتها تفتح النفس. هاخدكم معايا النهاردة في رحلة للريف المصري، ومع أكلة بسيطة جدا بس وراها تاريخ طويل وذكريات بيوت مليانة بالبركة. أكلة كانت زمان بتشمس على سطح البيوت القديمة وبتلم حواليها العيلة من أيام جدودنا لحد النهاردة، وهي الكشك. استنوني. الكشك الكشك يا جماعة مش مجرد أكلة، لأ، دي حيلة ستات الريف المصري عشان يحافظوا بيها على اللبن الزيادة. زمان قبل التلاجات والرفاهية اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، كانت تقوم الست المصرية الصبح من بدري جدا، تاخد اللبن وتروبه وبتخلطه بدقيق وملح وتسيبه يتخمر يومين تلاتة، تشكله كور صغيرة وتطلع فوق السطح، وتاخد معاها فوطة بيضة أو قماشة بيضة أو شاش أبيض تفرشها على السطح، وتجيب الكور اللي هي كورتها وتحطها على الفوطة أو القماشة البيضة دي، وتسيبه بقى للشمس تعمل شغلها معاه. والكورة الصغيرة دي كانت بمثابة أمان مخزون البيت، وبتقعد بالشهور وساعات بالسنين. لو حصل ظرف أو عزومة مفاجأة، أو حتى الست صحت مكسلة تعمل غدا، تقوم واخدة كورة من الكور دي وتغطسها في الشوربة وتعمل أحلى طبق كشك على السفرة. ومع الوقت الكشك بقى أكلة بيتوتية خفيفة ريحتها تعمل البيت، ومع شوية رز أبيض، وقات مع فرخة مسلوقة عليها شطة وليمون. والجميل إن الأكلة دي بقت عايشة معانا لحد النهاردة، بس اتطورت شوية، بقت تتعمل بلبن وزبادي ودقيق من غير كور، بس الروح هي روح البيت وروح الريف والست المصرية الشاطرة اللي بتحافظ على كل نقطة لبن. ودي كانت حكاية الكشك، أكلة ست مصرية بسيطة بس أصولها تقيلة. اللايك والشير والاشتراك، ولو عندك أي كومنت اكتبهولي.